ازيكم يا بنات، عاملين يا رب كلكم تكونوا بالف خير. فيديو النهارده هنعمل مع بعض اللوك اللي انتم شايفينه ده. لوك تقيل جدا، تقدروا بقى تعتبروه لوك كريسمس، لوك عروسه، خطوبه، زي ما انتم عايزين، كل واحد على ذوقه. في بنات ممكن ما يعجبهاش اصلا اللوك وما بتحبش اللوكات التقيله، بس انا قلت طبعا لازم نغير في القناه، مش كل اللوكات هتبقى لوكات عاديه وكده، او لوكات هاديه شويه. فقلت اجرب لكم اللوك ده واشوفكم وهيعجبكم بقى ولا الكلام. المهم، لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش لايك الفيديو، تشتركوا كمان في القناه لو لسه ما اشتركتوش. وانا حابه اشكر كل بنت حقيقي والله العظيم بتعمل لي لايك او بتكتب لي كومنت، لان حقيقي سواء بقى لايكاتكو كومنتاتكو والله بتفرحني جدا جدا جدا. يعني كل ما في بنوته بتدخل كده تكتب لي اي كومنت ببقى عايزه امسكها من خدودها كده ابوسها، والله العظيم مش بهزر، بتفرحني جدا بالكومنتات بتاعتها، لايكاتكو بتفرحني. بس فشكرا لاي بنت بتكتب لي كومنت، شكرا لاي بنت بتعمل لايك، شكرا لاي بنت بتتفرج اصلا على الفيديو بتاعي، فمتشكره لكم جدا. فيلا بينا نبدا الفيديو. يلا نبدا. اول حاجه بس انا عايزه اقول لكم حاجه الاول عشان بس اريح ضميري. انا بالنسبه للليب فيلر ده انا استخدمته معاكم في الفيديو اللي قبل كده، حطيته فوق الروج عشان يديني لمعه. اوكي، هو في العادي زي ما انا حطاه دلوقتي انا مستخدماه، بيخلي الشفايف سخنه شويه او بيخلي فيها لسعه غير لما انتوا بتستخدموه على الروج، مفيش اي مشكله. بس الفكره ان انا لما بخلص الميك اب شويه ما بمسحش وشي الاول بميك اب ريموفر وبعد كده بقوم اغسل وشي. انا بصراحه بقوم اغسل وشي على طول، لان ما عنديش وقت ان انا اعمل الخطوات دي، لان في اطفال معايا وكده، فما بلحقش، يا دوب بلحق اصور واجري اغسل وشي. لما جيت بغسل وشي كنت بغسل وشي بميه دافيه مش سخنه قوي انها تلسعني، بس حرفيا الميه لما كانت بتيجي على بقي، الميه بس من غير اي حاجه، والله العظيم بقي كان بيولع اكني ماسكه قرن فلفل وعماله ادعكه على بقي. فانا قلت اقول لكم ان انتوا مثلا لو هتستخدموه هتشربوا مثلا حاجه سخنه او حاجه، خلي بالكم امسحوه الاول بمنديل واشربوا الحاجه اللي انتوا هتشربوها السخنه، وبعد كده حطوه، لان بصراحه والله العظيم احساسه مع الميه السخنه هو وانا بكلمكم كده هو حرق لي في شفايفي. تمام، بس ما عنديش مشكله، انا بس هصور بيه وهقوم امسحه. انا ما بحطوش في حياتي العاديه عشان انا عندي اطفال ممكن ابوسهم مش عارف ايه وبتاع، فخايفه ان انا احرقهم مثلا، يجي على جلدهم يضايقهم او يحرقهم، يبقى في حرقان او حاجه. فانا قلت اقول لكم على النقطه دي عشان تخلي بالكم لو هتشربوا بيه حاجه سخنه او هتغسلوا وشكم زيي فما يحصلكوش الموضوع ده. المهم، هنيجي دلوقتي للميك اب بتاعنا. انا خلاص خلصت حواجبي واستخدمت باودر الحواجب اللي انا لازقالها جدا الكام يوم دول او الكام فيديو معاكم دول. هي الباودر دي من شي جلام، اللي هي الدرجة بتاعتها 101 دارك براون، الدرجات اللي هي على بني وريتها لكم كتير قبل كده. هنيجي بعد كده للبرايمر. انا مش هستخدم حاجة للمسام او كده، انا بس هستخدم البرايمر ده للترطيب لان انا مرطبة وشي بس كزيادة ترطيب. ده من بريتي وومن، هو ما بيعملش اي حاجة غير ان هو بيرطب حاجة بسيطة جدا. بصوا لونه كده رمادي، اول ما بندمجه بيقلب لونه على بيبقى شفاف، يعني ما بيبقاش ليه لون. هستخدم بعد كده الفاونديشن ده من شي جلام، دي درجته ساند. انتوا هتلاقوا ضوافري لونها بامبا كده، لان انا كنت حاطه منوكير احمر ولسه شايلاه، فالضوافر هتلاقوها بامبا شويه كده، فاعذروني يعني. هستخدم الفاونديشن ده اللي هو ده الفاونديشن ابو غطا اسود للبشرات الدهنيه. هستخدم بعد كده الكونتور من ان واي اكس، وهعمل ميكس كده بين الدرجه دي والدرجه دي. وهستخدم معاه البلاشر الكريمي ده من روز بيري، وهاخد الدرجة اللي هي الاورنج دي لوحدها كده. تمام، عشان هدمج الكونتور مع البلاشر مع بعض. هاخد كده فرشة بقى وهبتدي ادمجهم هما الاتنين كده مع بعض. شكلهم حلو قوي.
ومن نفس الباليت بتاعه NYX هاخد الدرجه دي ودي، هستخدمهم بقى ككونسيلر. زي ما احنا متعودين هناخد البيوتي بلندر ونعيد كده على الوش كله دمج. هثبت بقى الوش كله باللوز باودر دي من كاركتر، دي اللي هي الدرجة البنانا. ونشيل اي زيادة بقى من اللوز باودر. هستخدم بعد كده البرونزر او الكونتور الباودر ده من اسنس، الدرجة بتاعته 20 كوكا كاست. اوكي بصوا هو بيكون زي درجتين، هنا الجزء ده بيكون فيه لمعة وجزء هنا بيكون مط. انا للوش كله ما عدا المناخير باخد كده، يعني باخدهم الاتنين مع بعض، لكن للمناخير باخد الجزء المط لوحده. وللبلاشر هستخدم البلاشر ده من NYX، هنيجي بقى دلوقتي للاي شادو. هستخدم اول حاجه الباليت دي من ريفوليوشن، تمام، دي اللي اسمها مارس شادو. وهجيب فرشه دمج الاول، هاخد بعد كده فرشه دمج، واول حاجه هاخد بقى اللون ده كلون انتقالي. انهي واحد ناخد؟ اللون ده كده، هستخدم اللون ده كلون انتقالي على جفن العين الثابت اللي هو ده. وبنفس الفرشة وهاخد درجة اللون دي كده، وهبتدي ادمجها اخر العين والجوه، مش هحطها في النص هنا كده. اللوك ده هيكون تقيل يعني. اوكي، واول مره هعمله على القناه، انا هعمل لوك بالتقل ده ان شاء الله يطلع رب زي اللي في دماغي كده. شفت كذا عروسه عند كذا ميك اب ارتست عامله اللوك ده، فقلت طب ما خليني اعمله. هو تقيل وكده، البنات تحب اللوكات التقيله بقى والجليتر وكده، فقلت يلا بينا بقى ايه نعمله. هاخد نفس الفرشه برضو وهاخد الدرجه دي، وبرضو في اخر العين وندخل لجوه. احنا كده كده الجزء ده هنعمله بالكونسيلر، فاحنا مش محتاجينه في حاجه بصراحه. تمام، هاخد بعد كده الكونسيلر وفرشه الكونسيلر وهعمل زي كات كريس كده. بعد كده هاخد هايلايتر، وهستخدم الهايلايتر ده من شي جلام، وهاخد الدرجه الفاتحه دي كده، وهبتدي احطها في اول العين. تمام، هرجع بقى تاني لباليت الاي شادو، وهاخد اغمق درجه بني. عايزه بس لون قصدي فرشه تكون مبططه، هاخد فرشه كده مبططه واغمق درجه بني موجوده في الدرجه دي. ممكن اعمل لها كده ميكس مع اللون الاسود عشان انا عايزه البيز نفسه يكون غامق. تمام، هاخد كده وتنتوفه من الاسود، وهبتدي بقى احطها. هسيب طبعا الجزء اللي انا حطيت فيه الهايلايتر
وهحط الدرجة دي كده. انا حاسة ان عايزة فرشة محددة اكتر. دي هاخد كده، دي ممكن تطلع فوق العين. ما تركزوش على المنظر اللي انا فيه طبعا، ده ولا يسر عدو ولا حبيب. المهم هاخد فرشة كده رفيعة خالص، وهاخد برضو الدرجة البني الغامقة، ممكن اعمل لها ميكس مع اللون الاسود اللي هي الدرجة دي، وهعمل زي ايلاينر كده وهدخله لجوه. خلينا بس ايه نجرب. هاخد كده الايلاينر، لا هو اللون مش باين، فهشتغل بقى باللون الاسود. اوكي، وهدخل بالشادو كده لجوه للطرف بتاع اللون اللي احنا حاطينه ده، اللي هو اللون البني في اسود ده. اوكي، انا بعمل كده ليه بقى؟ انا بعمل كده، ده المفروض ان هو بعد كده هحط جيل لاينر، بس عشان لو استخدمت الجيل لاينر على طول ممكن الخط ما يظبطش، ممكن حاجات تبوظ مني، فيبقى صعب ان انا اصلحه. لكن لو كده بالاي شادو على طول الدنيا هتبقى تمام. هنيجي بقى دلوقتي للجيل لاينر، وهستخدم الجيل لاينر بتاع كيكو، وهستخدم فرشة حواجب كده، وهبتدي بقى احدد الجزء ده واملاه كله بالجيل لاينر الاسود. تمام. من نفس الجيل لاينر هبتدي احطه كده جوه العين ككحل، وتقدروا طبعا تستخدموا كحل، بس انا كده كده في كتير على ايديا. وهنزله شويه عند خط الرموش كده، ومن قدام بقى هعمل زي بوزه كده، مش زي بوزه، هعمل بوزه. هاخد بعد كده الباليت بتاعت الجليتر دي من بريتي وومن، وهاخد الدرجه اللي على جولد كده، وهبتدي بقى احطها في المكان اللي احنا حطينا فيه اللون البني المط. هو طبعا انتوا لو هتخرجوا باللوك ده او انتي عروسه وكده لازم الاول تحطي الجلو بتاع الجليتر. انا عندي الجلو اللي هو بتاع ان واي اكس، بس بصراحه نسيت اجيبه. بس هو لو هتستخدمي باليت مثلا زي بريتي وومن او اي باليت، الجلو بتاعها او الجليتر بتاعها كده يعني في زي جلو، بس عشان يثبت معاكي وتبقي حاسه بامان طول المناسبه لازم تبقي مثبته بجلو جليتر قبل ما تحطيه. اوكي، ايه رايكم؟ هنرجع بقى لتحت العين بفرشه كده مبططه، وهاخد الدرجه البني اهي دي، وهبتدي ادمجها مع الجيل لاينر اللي انا حطاه او الكحل لو انتوا استخدمتوا كحل. وبالفرشه اللي استخدمنا بيها اللون الانتقالي، وهاخد كده اللون الانتقالي بقى وادمج كويس تحت العين. ده كده شكل الرمش اللي انا هركبه، قصير من قدام وطويل من ورا. وطبعا بستخدم الجلو بتاع لانيل. اهم حاجه في الجلو ده ان انتوا تستخدموه تفتحوه من هنا وتنزلوا نقطه كده منه. انا بحط نقطه هنا كده على العلبه دي، تمام، عشان لقيت بنات كتير قوي بتقول هي دي كتير قوي، يعني اللي نزلت دي معرفش هتبقوا شايفينها ولا لا، بس دي كتير جدا. هي بتبقى نقطه صغيره قوي. وبعد كده باي ظهر فرشه بقى باخد الرمش وبظهر فرشه كده، وببتدي احط الجلو على خفيف
ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي عشان الرمش يثبت معاكم. بس انا بحط خفيف ليه؟ عشان اللزق ده غيتت قوي، فلما بحطه وانا كده كده يعني يا دوب هو بس وقت التصوير وبشيلها بيشيل لي رمش معاه، انا مش محتاجه ان انا احط كتير منه عشان مش هثبته وقت طويل. لكن طبعا انت لو عندك مناسبه حطي كميه معقوله منه، مش تكون كتيره اوفر باظه من خط الرمش كده وتلزق في رموشك نفسها، تيجي تشيلك رموشك، ولا تحطي كميه قليله قوي بحيث ان هو يفك بسرعه. هنيجي دلوقتي بقى للكومباكت باودر عشان ننضف بقى تحت العين وننضف الكونتور، ننضف الوش كله. هستخدم الكومباكت باودر دي من سيبال، وهنظبط بقى كل حاجة. هحدد شفايفي بعد كده بالليب لاينر ده من MN رقم 11. هنيجي دلوقتي للروج، وطبعا اكيد شفتوا في الصورة بتاعت الفيديو، فهستخدم روج لونه احمر بعد كل اللي عملناه ده، وهحط احمر عادي. اوكي، هستخدم الدرجة دي من مابلين سوبر ستيت. الدرجة دي غالبا كانت 20، اوكي، لان هي كانت محطوطة هنا لازقة واتشالت، بس انا متأكدة انها رقم 20 يعني. حمر وحلاوة زي ما بتاع البطيخ بيقول. مفيش بعد كده، مفيش بعد كده. هنيجي بقى دلوقتي للهايلايتر. اوكي، وهستخدم برضو نفس الهايلايتر بتاع شي جلام، وانا دايما بعمل ميكس بين الدرجتين دول كده. وبرده نحط هايلايتر تحت الحاجب. مش معنى ان احنا حاطين جليتر هيمنعنا ان احنا نحط هايلايتر تحت الحاجب، مستحيل. فايه، هناخد بقى الفرشة بتاعة اللون الانتقالي وندمج بس كده خط الهايلايتر مع الاي شادو. اوكي، وده كده شكل اللوك النهائي. اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك الفيديو، كمان تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم فيديو جديد، باي.